المواطن يشكي لاخوه المواطن، يقول له دردخانا وداخت وشنه دخلنا ودوختنا هموم وهموم دوخنا. يرد عليه اخوه المواطن الاخر بعد ما ياخذ نفس عميق والدمعة بعيونه ويقول له حارت وجارت وطول بالك يا أخي بلشي إنها بعد هذا ترتخي. يقول له والله ما يرخيها سطرها يا رجل، صار لنا 12 سنة على هالحالة كل سنة نقول ارتخت باشر ترتخي وهناك تشد معانا بالزايد. قال له ايه والحل؟ قالوا بس بيحل خيوها تروح على الحكومة نشتكي لهم ونقول لهم على وضعنا نحكي لهم. والله راحوا جماعة على الحكومة بعد ما حشموا ودردخهم ودوخوهم مدري ناس دوخت ناس، قالت لهم الحكومة طيب وموتوا كل منه حر بحياته، المهم نعيش احنا وليه ورا مضيع عباته. لا يا اخي الله اكبر، هذا انتم الحكومة جاء تحشمون الحكي هذا. طيب شنو الحل؟ الحل شنو؟ قالوا لهم والله الحل خيوه هاي تحويلة من عندنا على الأمم المتحدة قبلكم. قول اقعد يا بنتي، قبلكم على الأمم المتحدة. والله جماعة ما كذبهم خبر بساعة خدموا التحويلة راحوا على الأمم المتحدة. قول لقم هذا شو اسمه كوفي عنان متغير لقم بدال وهذا بان كيمون ما ادري شو اسمه، بعد ما دردخوا له وحكوا له وسولفوا له قالوا لهم هذا بان كيمون تبع الأمم المتحدة. قالوا والله مشكلتكم عويصة ومن بابها المحرابها مسدود حتم زرابها وبناس يوم تنقر تنبح عليها تشلابها. طبعا حط لهم كلمة تشلابها بين قوسين. ايه لا تقولها يا اخي شلون الله ما بحال حتى انتم هيئة الأمم ما تقدرون على حال. قالوا لهم خيوه انتوا قلتوا لي مواطنين سوريين؟ قالوا ايه بالله مواطنين سوريين. قالوا خيوه هاي تحويله من عندنا على عماد العجرة الا ما تلاقون عنده حل. عماد العجرة هو ابو الحلو. والله جوني الجماعه جابهم التحويله وجم، وبعد ما اشرحهم قصتهم طبعا والله ما كنت فاضي، لقوني مشغول بقضيه شرشبيل والسنافر. قول الحمد لله انحلت. ابو هاي شلون؟ لقوني مشغول بقضيه شرشبيل والسنافر. قول الحمد لله انحلت بالحلقة الأخيرة. الحز مستلم قضية روسيا وأوكرانيا. إيش بيكم؟ قول بعد ما قدموا شكوتهم الجماعة وقدموا العرض والطلب كتبنا لهم على شكوتهم من فوق حضرة جناب المواطنين الأكارم زائد سيادة الحكومة الموقرة زائد فخامة هيئة الأمم المتحدة إضافة إلى سمو منظمة حقوق الإنسان العالمية يحول الجميع إلى الرقية الشرعية لإجراء اللازم أصولا. نقطة انتهى. الفهم فهم والما فهم شريد تشرح له آن شيفوشن شربانة مراسين جيلاتانة دلي قل يا بردانة هي هي